أيها الأخ الصائم، كل إنسان على وجه الأرض يتمنى أن يطول عمره ويعيش خالدا مخلدا، وهذه فطرة إنسانية. ولهذا خاطب إبليس آدم عليه السلام بقوله: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فحدثه بنقطة ضعفه، وهي أن يعيش حياة طويلة. ولهذا عصى آدم ربه وأكل من الشجرة التي يحسب أنها ستكون سببا في خلوده وعدم موته. فحب الإنسان للخلود وطول العمر قضية أساسية في الحياة، ولذا نلاحظ كل الجهود البحثية في علم الطب والصحة تركز على توفير العيش الآمن للإنسان وإطالة عمره في الحياة. وقد قرأت تقريرا صحيا مفاده أن أكثر ما يطيل عمر الإنسان من الناحية الصحية 3 أمور أساسية، وهي التوازن في الطعام وممارسة الرياضة وترك التدخين. ونستطيع أن نضيف على هذا التقرير أن شهر رمضان المبارك هو السبب الرابع لإطالة أعمارنا، وليس المقصود بالعمر هذا العمر الزمني المدون بشهادة الميلاد أو شهادة الوفاة، ولكن المقصود أيها الإخوة هو مضمون العمر بما فيه من أعمال صالحة ومباركة ومؤثرة. فربما يموت الإنسان عن عمر يناهز 70 عاما، ولكن لو حسبنا أعماله لعرفنا أنها تعادل من عاش 8000 سنة، وهذا ما يحققه لنا شهر رمضان المبارك. ولهذا سمي هذا الشهر بالمبارك، فهو مبارك في أيامه وأعماله وثوابه وبنزول القرآن فيه.